ايه الاخبار يا جماعه؟ معاكم عمر، فيديو جديد من ذا بريتش انجلش وسلسله ازاي اتعلم البريتش اكسنت من مسلسل الفايكنجز. طبعا لسه بنكمل بقيه الجمل في مسلسل الفايكنجز، طبعا جمل مهمه جدا، والاكسنت اللي فيها طبعا في كذا اكسنت مختلفه، فانا بحاول ان انا اعودك تتكلم بون بريتش اكسنت عشان ما تلخبطش. فاحنا اي جمله بنقابلها او بتتقال في المسلسل بقولها لك بالبريتش اكسنت اللي انت محتاج تتعلمها. ولكن لو انت ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت حاول تشوفها علشان تتعلم كل الحاجات اللي احنا قلناها، وكمل الفيديو ده للاخر عشان اكيد هتستفيد، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا. Why you called the prophet? طبعا الجمله دي مهمه جدا جدا في الكونكشن. why called the prophet why called the prophet. طبعا لو انت سمعتها من غير ما تشوفها تحس ان هو بيقول why you call، ولكن هو why called the prophet. طبعا انت حسيتها كده ليه؟ علشان هو هنا ما قالش are، هو قال why called the prophet، وهنا معناها بيقول له انت ليه بيسموك او انت ليه اسمك الرسول، يعني انت عملت ايه علشان يبقى اسمك كده. came about like this. came about like this came about like this. طبعا في الفيديوهات اللي فاتت كنت شرحت لك معنى كلمه came about ايه، لو ما شفتهاش حاول ترجع تشوف الفيديوهات اللي فاتت. ولكن هنا بيقول معنى الجمله في العموم it came about like this، يعني هي كده، فاهم؟ عارف انت لما حد يسالك على حاجه وانت تقول له والله هي كده، ده اللي حصل او هي طلعت كده، فقال له it came about like this. خد بالك كلمه about علشان البي هنا بتستريس عليها، ما بتقولش about زي ما في ناس كانت بتقول about، طبعا بتقول about. came about like this came about like this. وطبعا انت عايز تقول على كلمة this بدل ما تقولها this تقولها this عادي، مفيش اي مشكلة. came about like this سهلة جدا. I attacked Constantinople, defeated its defenders and subdued it. I attacked Constantinople, defeated its defenders and subdued it. I attacked Constantinople, defeated its defenders and subdued it. اللي هو انا بيقول له انا هجمت على Constantinople القسطنطينية، وقضيت على كل الناس اللي كانوا واقفين بيحموها، الجنود اللي كانوا بيحموها، وسيطرت عليها تمام. فكلمة subjugate معناها ان انت تكنترول حاجة او تسيطر على حاجة. defenders كلمة مهمة جدا عشان انت ممكن تقول defenders، فانت حاول انت تقول defenders، ولو هتشيل الار ما تمدش في الكلمة، يعني ما تقولش defenders، لا defenders على طول. I attacked Constantinople, defeated its defenders and subdued it. Officially you and Ingrid will rule in my absence. Officially you and Ingrid will rule in my absence. Officially you and Ingrid will rule in my absence. Officially you and Ingrid will rule in my absence. Rule هنا معناها انه يحكم يعني. will rule. وطبعا خد بالك من ال L ان انا ما قلتش ما قلتش rule، قلت rule. Officially you and Ingrid will rule in my absence. انت وانجريد هتحكموا المدينة في غيابي، ده اللي قصده هنا بالجملة ديت. فقالوا officially you and Ingrid will rule in my absence، هيحكموا في غيابه بشكل رسمي. وطبعا كالعادة اتمنى تكون استفدت حاجة جديدة من الفيديو دوت، واتعلمت ان انت تتكلم بالبريتش اكسنت، ومهما كانت الجملة بسيطة حاول تقولها بالبريتش اكسنت وتكررها علشان مع الوقت تقدر يبقى عندك بريتش ساوند. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديدة، وتسيب لي كومنتس استفدت قد ايه، واشوفكم في فيديو